اهلا متابعين ترند النهارده. حلقة جعفر العمدة النهارده هتبقى نار جدا جدا. ليه؟ لانها قفلت على قفلة كل الناس مستنياها، اللي هو جعفر العمدة اخيرا بص ورا وشاف بلال الشام اللي بعد 19 سنة بيدور عليه، وبعد حلقات كتير. عايزة اقول لكم حلقة النهارده فيها حاجات كتير جدا. اولا الصورة اللي قدامكم دي الصورة اللي بتخبط بلال الشام. بلال الشام للاسف هيهرب من جعفر العمدة، بس قبل ما يهرب من جعفر العمدة هيمسكه على السلم وهيضربه وهيربطه، وهيعرف ان سيف ابنه. وهنا بعد خالته برضو جات تقول لجعفر العمدة ان سيف ابنه، يعني الحلقة دي النهاردة هيعرف جعفر العمدة ان سيف ابنه. طب هتقولي ازاي؟ هقولكوا طبعا دي صورة اتفاق جعفر دلال وبلال شامة على على السيف. دي بقى اللقطة اللي بقولكوا عليها، اللي هو جعفر العمدة هيعرف ان سيف ابنه، وهنا رابط بلال شامة انتقاما منه، وهيحكيله عن كل حاجة. دي الحلقة اللي العالم كله هينتظرها يا جماعة النهاردة، حلقة جعفر العمدة وبلال شامة، واخيرا هيلاقي ابنه بعد 19 سنة وهو بيدور عليه قدامه. طبعا عرفنا العين اللي هي الشوقي كانت مين، كانت الخدامة. وعايزة اقول لكم فتح الله النهارده هياخد جزاءه من جعفر العمدة بعد الحلقة.